توسيع إسرائيل لدائرة التصعيد العسكري إلى الأراضي اللبنانية لا دليل واضح على أن المنطقة برمتها أضحت تتجه إلى مرحلة يصعب التكهن بملامحها وبمآلتها، مما يدفعنا إلى التساؤل عن الأهداف الحقيقية من وراء هذا التصعيد وعن المستفيد من هذا الوضع المأساوي، لا سيما أن المجهودات لا زالت مستمرة على أكثر من صعيد لنزع فتيل الحرب المتواصلة بقطاع غزة منذ أكثر من سنة. وفي هذا الصدد فإن المملكة المغربية تضم صوتها إلى بقية الدول العربية والإسلامية لتعبر عن تضامنها مع لبنان من أجل الحفاظ على سيادته على كامل أراضيه ودعم مؤسساته الدستورية في ممارسة سلطاتها بما يعزز الوحدة الوطنية ويحفظ أمن واستقرار البلاد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.